السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك وفاء عبد العظيم، قناة أنا وأحفادي. النهاردة إن شاء الله هنعمل جلاش بالبلح اللي أنا مخزناه. أهو حلو قوي، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. شكله جميل قوي، عامل زي السينابون كده بس قطع صغيرة. وعملت شوية بالسوداني للي مش بياكل البلح برضو. اهو عايزين ترصوه في صينيه براحتكم، عايزين تعملوه زي ما انا عاملاه كده، صوابع مقرمشه كده وصغيره جميله، وما بياخدش وقت على فكره يعني. هوريهولكوا اهو مع بعض، هنشوفه مع بعض. اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، احلى متابعين في الدنيا عشان تكبر بيكم ان شاء الله ويوصلكوا كل جديد. شايفين الجلاش؟ هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع بعض. دي طاسة أو صينية هنحطها على النار، وهنحط فيها معلقة سمنة بلدي. كيس البلح اهو، انا مرضتش افضيه في حاجة، في بولة او حاجة، عشان تشوفوا انه ده البلح اللي انا مطلعه بقاله 10 دقايق بس طالع من الفريزر. اهو بصوا بيفك بسرعة جدا. عملته بايدي اهو وحطيته. هعمله بقى بمعلقه او سباتولا كده، نقلبه مع بعض عشان لو في اي ميه في البلح. انتوا عارفين البلح الرطب بيبقى يعني طري، مش زي التمر والحاجات دي. بنقلبه شويه كده، نشوحه كده في السمنه بتاعتنا عشان خاطر لو في اي ميه ما تبوظش الجلاش. اهو لحد ما بينشف كده مع بعضه. هنعمل بقى التشريبه. هنحط هنا دي حوالي نص كوبايه سمنه، عليها كام معلقه زيت، وهحط عليهم كوبايه زبادي. اهو هنقلبهم مع بعض، وهنحط حوالي معلقه صغيره بودر، بيكنج باودر، بيخلي الجلاش مورق معانا اهو. هنقلها بقى عشان هي كترت كده مني في بولة اوسع شوية، وبعدين هنبدأ مع بعض اهو. هنحط ورقة الجلاشة كده، يا اما تقسميه نصين يا اما هتعمليه زي ما هنشوفه مع بعض اهو. هنشرب كده الجلاش بتاعنا مسحة خفيفة، ونركب الجلاشة الطويلة دي هنقسمها 2، يا اما تعمليها على بعضيها وتحطي عليها 2 كمان اهو. وهتني عليها النص التاني وهندهنه، وبعدين هنحط البلح بتاعنا اهو. بقول لكم سهل، ما فيهوش اي حاجه، مش عشان لافينه يعني واخد وقت كبير او حاجه. لا ان شاء الله تعملوه يبقى سهل وبسيط معانا اهو. اهو نقطع بقى الطول اللي احنا عايزينه، على حسب الطول اللي انتوا عايزينه هتقطعه. نقطع كل الصابع الطويل اللي احنا عملناه، ونجيب صينيه ندهنها سمنه اهو، ونرص فيها الجلاش بتاعنا جنب بعضه لحد ما نخلص كل الكمية اللي هنعملها بالبلح. ونعمل صينية كمان بالسوداني، نعمل واحدة كمان اهو، وعليها واحدة كمان. ممكن تعمليه بالطول، ممكن تقصي تقسمي الورقة 2 زي ما شفتوا الأولانية اهو. المهم تشربي كده السمنة بالزبادي بالحاجات ديت للورق اهو. هو بيبقى الورق بيبقى اكتر شوية من اللي هو بالسوداني، عشان البلح ما يتحرقش مننا، الجلاش يستوي ويبقى محمص كده، والبلح برضو ما يتحرقش مننا اهو. ونقص برضو كده المقاس اللي احنا عايزينه تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو نرص كده في الصينية، وبعدين نعمل لحد ما نخلص كل الصينية بتاعتنا. وهنعمل بقى كمان واحدة بالسوداني، او عايزين بالمكسرات براحتكم. هندهن الوش سمنة. وطبعا الجلاش يا جماعة مش ما بيبقاش عمره على نار عالية، عشان خاطر ما يتلهفش مننا ويبقى طري وطعمه مش حلو. لا، على نار متوسطة كده، وتقديله من تحت ومن فوق، والشواية برضو متوسطة، او تخلصي من تحت وتطفي وتحمري من فوق. على حسب طريقة السوى بتاعة الفرن بتاعكم تمام. السوداني بقى بصوا ورقة واحدة بس، لان هو مش زي البلح بيستوي بسرعة. وفي اصلا السوداني مش هيلحق لا يتحرق ولا حاجة. انا بحبش احط عليه زبيب عشان الزبيب بيتحرق بصراحة. هحط معلقة عسل نحل على السوداني عشان يمسك كده معانا ما يقعش منه اهو. انا ما بعملش صابع صابع. هنعمل ورقة على بعضيها كده وندهنها من النص، ونروح جاي دهنين من فوق، ونحط السوداني ونقفل
هي ورقة واحدة بس، انما البلح عاملين 3 ورقات على بعض. بصوا الصابع ده بقى هيبقى رفيع كده شوية، بس مش هيتحرق معانا، هيستوي وهيبقى جميل زي ما شفتوه في الاول. هنقطع برضو الطول اللي احنا عايزينه اهو، وبرضو هنجيب صينية ندهنها سمنة ونحط الجلاش بتاعنا اهو. تمام كده، وهكذا لحد ما نخلص برضو كل الكمية اللي احنا عايزينها نعملها بالسوداني او المكسرات اهي. خلاص اهو، نخلص بقى كل الكمية بتاعتنا كده ونرص في الصينية ونشرب سمنة كده من فوق. انا بقى عاملة جزء والجزء التاني هو بعمله معاكم اهو. ونحط زي ما قلت لكم على الرف الوسطاني نار متوسطة. هنا بقى البلح اللي هو الجلاش اللي بالبلح انا بسقيه وحدات كده وهو قاعد في الصينية، ما بدلقش عليه شربات كتير لانه اصلا البلح مسكر اهو. بصوا يعني يا دوب كده شوية كده من فوق سكر وخلاص. عايزين سكر اكتر براحتكم، دي حاجة ترجع لكم اهو. الشربات انا كان عندي شربات انا بعمل كمية وبحطها في التلاجة. طبعا انتوا عارفين كوبايتين السكر عليهم كوباية ونص مية، عصرة ليمون، معلقة عسل نحل اهو. ده اللي هو بالسوداني. حطيت له بقى سكر كتير لان ده ما فيهوش سكر زي البلح اهو. وهنصفيه في مصفى ونطلعه بقى نرصه في الاطباق معانا. يا رب الطريقة تعجبكم ان شاء الله، وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. تشتركوا في القناة اهيت. احلى جلاش ان شاء الله تاكلوه بالبلح، هتجربوه وهتدمنوه وهتقولوا لي عليه. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.